انا هقول لكم على حاجه، بس مش عايزه اي اثاره جدل في الموضوع ده يا جماعه. موضوع ان احنا بنطلع نتكلم على الارتيزانال فريجرنسز على اساس ان هي ماس ابيلينج وللناس كلها. ارتيزانال فريجرنسز مش معموله اصلا للافريج كونسيومر، هي معموله اصلا عشان تبقى كولكتبل بيسز موجوده عندك في المكتبه بتاعتك للاستمتاع الشخصي. حد تاني هيطلع يقول والله انا بستخدم ارتيزانال فريجرنسز اون ا ديلي بيسز وبستخدمها بشكل يومي وعادي جدا وانت تو ماتش. انت الاكسبشن نوت ذا رول. هو اصلا مش ديزاين يبقى ماس ابيلينج ومش ديزاين للافريج كونسيومر. فانا ما عنديش اي مشكله ان انت تطلع تريفيو ارتيزانال فريجرنسز، انا بعمل كده وبريفيوت عادي، بس عمري ما هطلع اقول مثلا ان هي لازم تجيبها ومفيش زيها وي لان هي very acquired taste. ما ينفعش ان انا اريكومند ان حد يحط حاجه فيها مسك غزال في درجه حراره 40 مسك في غزال؟ الزيت. الموضوع ملوش اي كل علاقه ده بالموضوع. عشان فالبوينت بتاعتي لما تطلعوا تتكلموا على artisanal fragrances عشان الامانه، عشان في ناس كتيره بتبلايند باي من وراكم، اوكي، قولوا ان ده مش ماس appealing. حاضر قولوا لهم جربوا الاول قبل ما تشتروا حاجه زي حاضر. كده، لان الموضوع بيبقى صعب. قولوا لهم ان ده ممكن تستخدموه مره كل 6 شهور، ولو انتوا تمام في حاجه زي كده تقدروا تشتروا. عشان دي امانه، كل مره انت بتطلع تتكلم تقول recommendations معينه، في ناس صح. كتيره ممكن تشتري من وراك، في ناس كتيره بتبلايند باي. فنخلي بالنا من الجزئيه دي. مش شكرا. عايزه اي اثاره جدل في لا، الموضوع ده هو عشان انتوا هو تستنوا اي فعلا حاجه مفيش تعملوا اي اثاره عليها. فعلا. مش خلاص، عايزه. شكرا.